تتجه أنظار الجماهير المغربية إلى المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب اسكتلندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب المغربي المباراة بمعنوية مرتفعة بعدما فرض التعادل على منتخب البرازيل بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى. ومن المنتظر أن يعتمد المدرب على التشكيلة التالية: في حراسة المرمى ياسين بونو، خط الدفاع عيسى ديوب، شدي رياض، أشرف حكيمي، ثم نصير مزراوي. خط الوسط أيوب بوعدي، نايل العنوي، ثم بلال الخنوس. خط الهجوم إبراهيم دياز، إسماعيل السباري، شمس الدين طالبي. مباراة قوية ومثيرة تنتظر أسود الأطلس أمام منتخب اسكتلندا الذي يدرك جيدا قوة المنتخب المغربي بعد الأداء الكبير الذي قدمه أمام منتخب البرازيل، حيث وصف مدرب اسكتلندا المنتخب المغربي بأنه أحد أقوى منتخبات البطولة الحالية. فهل ينجح أسود الأطلس في تحقيق أول انتصار لهم في المونديال وحسم بطاقة التأهل مبكرا؟